ذنبنا ان انت ما رضيتش من الاول تعمل دستور يتحدد فيه كل سلطه. انت لغيت السلطه القضائيه وخلتني انا مش من حقي ان انا اعترض على اي حاجه انت بتعملها. ليه؟ انت مش اله، انت مجرد موظف في الدوله، الناس انتخبتك تعمل حاجات محدده. مش من الحاجات ديت ان انت تعترض على سلطه قضائيه عشان هي مش عاجباك. والتاسيسيه الباطله اللي ما بقاش فيها غير اخوان وسلفيين بس لا تعبر عني كمواطنه مصريه، ولا اعترف بيها ولا باي قرار تطلعه، لان هي تاسيسيه لصالح الاخوان والسلفيين فقط، وتعمل دستور الاخوان والسلفيين بس مش لمصر. طبعا القرارات اللي خدها دوت ادى لنفسه جميع الصلاحيات، القضاء، الرئاسه، التنفيذ، كل شيء في البلد بقى في ايده هو وايد الاخوان المسلمين. احنا بنعمل ثوره، وليه هما كانوا يوم ما تعدي قانون واحد في الدستور ايام مبارك عشان ابن التوريث قامت الدنيا وقعدت. هو دلوقتي بيفصل دستور ليه وللاخوان، بيحمي نفسه هو والاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه. وبعدين دي مش حزبه، احنا مصريين ومن حقنا زينا زيه في البلد دي نقول راينا. وبعدين هو بيلغي القضاء. ازاي بيلغي القضاء؟ ما القضاء هو اللي جابه اشرف على الانتخابات، وهو حلف اليمين قدام المحكمه الدستوريه من القضاء. ازاي دلوقتي هو بيلغي القضاء؟ القضاء دي سلطه مستقله. يعني هو اول مره في تاريخ مصر، انا سني 62 سنه، اول مره في تاريخ مصر نشوف اللي طلع في الدستور ده بيفصلوه لنفسهم. بيحمي الاخوان، بيحمي طائفه معينه، مش بيحمي الشعب المصري ولا بيخدم الشعب المصري. واحنا طبعا رافضين، وانا نازله واحنا عندنا استعداد نقعد لو شعب معتصمين ولو هنموت في الميدان. هو كده بيعمل اكتر من الاحتلال الانجليزي. ما الاخوان كده هو سيطروا على البلد. انما تتابع القرارات منذ 1/7 حتى هذه الوقت من رئيس الجمهورية وأتباعه يدل أن هؤلاء الناس لا يوجد لديهم رؤية ولا فكر ولا نهضة ولا قدرة ولا إرادة على أن يسوسوا وأن يحكموا هذا الشعب العظيم. وعليهم الآن بعد قرار الإعلان الدستوري الذي يدل على سذاجة سياسية والذي يدل على نفاق ورياء واضح، يقولون ما لا يفعلون. فعليهم بعدما انكشف هذا الإعلان بأنهم يريدون حكما ديكتاتوريا يسيطر على إرادة الشعب وعلى مقدراته، وأن يفرطوا في هذا البلد لأي شيء باسم الإسلام، يدل على غباء وجهل سياسي. وهذا اليوم هو بداية سقوط، عد 100 يوم من النهارده سقوط نظام الإخوان نهائيا. الرئيس الإخواني ما اكتفاش بأنه رئيس مستحوذ على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لوحدهم، إنما أبدع لنفسه سلطة تأسيسية يعمل من خلالها إعلان دستوري جديد. ورأيي إنه كده فقد شرعيته، لأنه هو حنث بيمينه وباحترامه للإعلان الدستوري اللي نصبه رئيس واللي أقسم على احترامه قدام المحكمة الدستورية وهنا في ميدان التحرير قدام الإخوان بتوعه. وبيعمل افتئات على السلطة القضائية بالكامل، وبيعمل هدم للسلطة الوحيدة الباقية في الدولة من الثلاث سلطات اللي هي مش تحت عبايته. بيعزل النائب العام وهو غير قابل للعزل. بيضرب بعرض الحائط المحكمة الدستورية العليا وهي مرفوع قدامها قضايا فيما يخص حل مجلس الشورى اللي قايم على قانون بيشوب العوار زي مجلس الشعب، ونفس الحكاية بالنسبة للجمعية التأسيسية اللي بيشوبها العوار بقانون اتطبق عليها بأثر رجعي لتحسينها. بيضرب بعرض الحائط مجلس الدولة بالكامل والقضاء الإداري، لأنه بيمنع الأحكام قبل ما تصدر بإعلان دستوري وبإعلان فرعوني إلهي إن هو ما يتم تحسين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية والمنتج اللي هيخرج عنهم وقرارات الرئيس. رجعنا للدكتاتورية تاني. ايه اللي بندور عليه؟ احنا عايزين البلد تقف على حيلها بقى. يعني عمل ايه؟ كسر الدنيا وشؤم علينا. أنا اسمي نادية. أنا دي أول مرة في حياتي أنزل فيها مظاهرات. الرئيس مرسي دوت واضح وصريح إن هو رئيس الإخوان فقط. حتى النهارده احنا سامعين إنه نازل يخطب في شعبه هناك، ملوش دعوة ببقية الشعب. عمرنا ما نزلنا مظاهرات هو نزلها لنا. هو مش إله عشان يبقى قراراته ممنوع إن احنا نتكلم فيها. احنا متأسفين جدا، وأنا بتأسف لكل الناس اللي كانت في محمد محمود كنا بنقول إنهم غلط، اتضح إنهم ما بيفهموا واحنا اللي حمير. ومرسي ده كبيره يقعد مكانه راجل بتاع المزلقان، تحت القطر بتاع المزلقان كده، تحت المزلقان. عمر الثورة ما يومها تضيع، عمر الثورة ما يومها تضيع.